السلام عليكم. هنتكلم النهارده في حلقه جديده من معلومات في العمليات عن يد الكي اللي بنستعملها في عمليات تكميم المعده. حابب الفت نظركم، هنقلب الكاميرا دلوقتي وهنوريكم. دي السرنجه اللي كلنا عارفينها. اي حد بيستعمل اي سرنجه لا يمكن يرضى ان السرنجه تكون مستعمله في حد قبله وهي متصممه لكده ومكتوب عليها سنجل يوز اونلي، يعني استعمال مره واحده فقط لمريض واحد فقط. طيب دي بقى يد الكي اللي بتستعمل في عمليه تكميم المعده. يد الكي اللي بتستعمل في عمليه تكميم المعده دي ادي الغلاف بتاعها وادي تعليمات استعمالها زيها زي السرنجه بالظبط. سنجل يوز، دونت ريستيرلايز، استعمال مره واحده فقط لمريض واحد فقط، ولا تحاول اعاده تعقيمها. اللي بيحصل ايه في مصر؟ اللي بيحصل في مصر علشان السرنجه دي ثمنها مش مكمل 5 جنيه فبتهون على الناس وفعلا يستعملوها مره واحده لمريض واحد، لكن يد الكي دي عشان ثمنها 12000 جنيه او اكتر طبعا ما يقدروش يستعملوها مره واحده لمريض واحد علشان يوفروا عمليات رخيصه. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ يد الكي دي شايفين بكل التفاصيل والبقايا الانسجه وبقايا الدم اللي فيها بتتمسح بمطهرات او تتنقع في مطهرات ويعاد استعمالها، وده ليس تعقيم حقيقي. علشان تعقم تعقيم حقيقي الطريقه الوحيده انها تدخل جهاز الاوتوكلاف اللي درجه حرارته بتبقى عاليه جدا وهتسيح لو دخلته. فبالتالي علشان يعاد استعمالها في مصر بيتم وضعها في مواد سواء بلازما او فورمالين او سايدكس، وكل دي لا تصلح لاعاده تعقيم يد الكي علميا، وهي دي الجايد لاينز العالميه، وكل بلاد العالم بتستعمل يد الكي دي مره واحده فقط لمريض واحد فقط. اعاده تعقيمها في اي مكان في العالم هو جريمه، هي ما بتبقاش اعاده تعقيم، هو بيبقى مجرد تطهير، ما بيبقاش اعاده تعقيم. اللي بيحصل في مصر هو اعاده استعمال ليد الكي بدون تعقيم حقيقي. يد الكي معادة الاستعمال هي يد كي غير معقمه. اللي يرضى ياخد حقنه بسرنجه مستعمله يبقى يرضى يعمل عمليه تكميم رخيصه بيد كي غير معقمه. ما تدورش على الارخص، دور على صحتك وحياتك. ربنا يبارك في اعماركم وصحتكم، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.